السيد رئيس المنتدى المغاربي التعاون الدولي، السادة الدبلوماسيون، السادة سيدات رجال الأعمال ونساء وسيدات الأعمال، أيها الفاعلون المدنيون الحضور الكريم، أنا سعيد جدا بهذه المناسبة وأتمنى أن أقاسمكم فيها بعض القناعات وبعض المشاعر، لأن مناخها ثقافي بامتياز. وبعض الرسائل أيضا لها صلة بالأرض التي نحن عليها اليوم، أرض تونس الشقيقة، ورسائل لها علاقة بالإطار الذي جمعنا وبادر إلى تنظيم هذا الملتقى، ثم رسالة أو رسائل إلى الفاعلين المدنيين المغاربيين، دون أن أنسى نخص أشقاء الأتراك في هذا اللقاء وهذه المناسبة بتحية كبيرة وغالية وعزيزة على كل ما تبذله تركيا الشعب والدولة من جهود ظاهرة للعيان في كل العالم من أجل أن تعيد ربط العلاقات وتجسير العلاقات بينها وبين هذه الأجزاء من نفس الأمة ومن نفس الحضارة والتاريخ. هذه الجهود نقدرها، نعتز بها، نشعر بها شعور كبير، ونحن نتابع كل الدينامية التركية في العالم وتجاه هذه المنطقة بالذات. اسمحوا لي بداية وأنا أقف على أرض تونس المجيدة أن أحيي شعبها، مناضليها، قواها الحية، رئيس الجمهورية، المؤسسات الدستورية بكل تنوعاتها. أحيي هذا الشعب لأنه أهدى لأمتنا ولفضائل المغاربة ثورة مجيدة. هذه الثورة المجيدة سرعت إيقاع تاريخنا الذي تباطأ، ولما لا نقول انكفأ وانطفأ لقرون. اليوم الشعب التونسي بثورته سرع إيقاع أن نعود إلى التاريخ، أن نعود إلى الحضور، أن نعود إلى التأثير، إلى التفاعل والتكامل والتعاون مع محيطنا. فتحية لكل الشعب التونسي ولكل القوى الحية التي كانت وراء هذا الإنجاز العظيم. ثم أحيي كذلك في تونس الثورة الثانية، هي الثورة الدستورية، ثورة إنتاج دستور متقدم جدير بأن يدخل ليس فقط بتونس ولكن بالفضاء المغاربي وبعموم الفضاء العربي، أن يدخل به بجدارة واستحقاق إلى نادي الدول الديمقراطية التي تكون فيها الدساتير الإطار الناظم لحركة الدولة والمجتمع في إطار من الحقوق والحريات والكرامة والمسؤولية والبناء المشترك للمستقبل. فتونس اليوم دستورها علامة فارقة على عبقرية الشعب التونسي مرة أخرى. وأحيي كذلك في الشعب التونسي الثورة المجيدة والدستور العتيد، ولكن كذلك المنهج التوافقي والتشاركي والمتحضر في إنتاج هذه الوثيقة. في تونس كان الحوار وكان النقاش وكان التدافع وكان الاحتدام الحضاري بديلا عن العنف، بديلا عن الدماء، بديلا عن الصراعات التي ترجع بالشعوب عقود بل قرون إلى الخلف. فتحية للعقل التونسي وللنخبة التونسية التي أدارت هذا الحوار المتعدد بهذه الفعالية والتألق. أما عن المنظمين فأحيي فيهم
أمرين أساسيين أحيي فيهم. أولا أنهم أسسوا لمقاربة جديدة واختيار جديد في التعامل مع الإشكال المغاربي المتعثر الذي سماه السيد الرئيس قبل قليل بالنسر الذي لم يحلق بعد. المقاربة الجديدة اليوم تجعل الفعل السياسي والأثر السياسي وأثر السياسيين يعود إلى حجمه الطبيعي، ويتقدم الفعل الثقافي والاقتصادي والفني والاجتماعي لكي يأخذ موقعه الطبيعي في بناء هذا الاتحاد المغاربي. هذه مقاربة نوعية متجددة متطورة عبقرية، لأنها تعيد التوازن لأدوار الفاعلين. نعم، لقد عشنا كشعوب لعقود ننتظر فعل السياسيين، نرتهن لفعل السياسي لقرار السياسيين. اليوم لنا أن نفخر بأن الإيقاع العام لشعوبنا قدم المجتمع المدني ارتقى بأدواره، خرجنا من لغة الرعاية إلى لغة المواطنين، وهذا شيء في صلب البناء. إنتاج الفضاء المغاربي المندمج المشترك المتعاون سيكون ثمرة طبيعية لمجتمع مغاربي ديمقراطي متقدم فاعل، فيه دور الفاعلين المدنيين والاقتصاديين والاجتماعيين والثقافيين بكل تنوعهم وازن في صناعة القرار السياسي. يجب أن نؤمن بأنه انتهى زمن الارتهان لفعل السياسيين، وهذا شيء مؤشر كبير على تقدم شعوبنا وانخراطها في المنطق الحضاري والديمقراطية ولمجتمع التعدد والاختلاف الحضاري. هذا شيء رائع جدا. هذه المقاربة تستحق التهنئة. الأمر الثاني في المقاربة وهو مهم جدا هو الانتقال بالفكرة المغاربية من العاطفة والكلام عن المشترك الثقافي إلى طرح الفكرة المغاربية في مقابل التجمعات الأخرى، وهذا شيء رائع جدا. اليوم نحن مع الملتقى المغاربي التركي، غدا مع الملتقى المغاربي الأفريقي ما جنوب الصحراء، غدا مع الملتقى المغاربي الأمريكي والصيني والأوروبي. إذا اليوم هذه المقاربة تعزز وتؤسس في بناء المواطنة المغاربية المتعالية على الانتماء القطري المهم والأسئلة لكنه ضيق بنهاية المطاف. إذا اليوم نحن صدد مبادرات مدنية تؤسس لمنطق المواطنة المغاربية. هذا شيء رائع جدا تشكرون عليه، وهي كما قلت مساهمات فكرية ونوعية ومنهجية تؤسس لإيقاع ولوتيرة جديدة على مستوى بناء هذه الفكرة المغاربية. أخيرا على مستوى الفكرة، الحلم المغاربي. أؤمن كمواطن مغاربي أؤمن بأنه اليوم هذه الفكرة تحتاج منا جميعا إلى مؤسسات حاملة لهذا المشروع، أن ننتقل من لغة العواطف والانتماء العاطفي إلى لغة المؤسسات. نحلم جميعا اليوم بمؤسسات شبابية، شباب من أجل الفضاء المغاربي الموحد، النساء من أجل الفضاء المغاربي الموحد، تنظيمات مدنية، رجال أعمال من أجل الفضاء المغاربي الموحد، معطلون، لأن الجواب الاقتصادي اليوم عن مشكلة البطالة والعطالة توجد في الاندماج المغاربي، فلا يمكن فقط تظل مساءلة للحكومات القطرية. اليوم الضغط المدني يجب أن يرتقي إلى مستوى أن تكون التنظيمات الشبابية والنسائية بكل التشكيلات المدنية والصحافية والبرلمانية يكون لها حضور على مستوى الفكرة المغاربية. هذا شيء مهم جدا. يجب أن نؤمن بأن الفكرة المغاربية ليست في الخلف، هي في المستقبل. كل التراكمات التي تمت في الماضي هي تراكمات تنتمي إلى الماضي، حصادنا منها مهم لكن محدود، لم يكن في مستوى تقديم الإجابات على إشكاليتنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. اليوم الحلم المغاربي، الاندماج المغاربي هو فكرة استراتيجية مستقبلية تحتاج الوصول إليها إلى مؤسسات حاملة لهذا المشروع. أنا سعيد بأن خلال هذه الأيام القليلة، أسابيع قليلة،
حضرت على الأقل 3 لقاءات تؤشر على هذه الدينامية الجديدة. في مراكش كان قبل أيام يعني رجال الأعمال المغاربيون، أزيد من 600 رجل أعمال وسيدة أعمال في مراكش لأيام حول الإشكال الاندماج المغاربي. في وجدة كان هناك لقاء رؤساء الجامعات المغاربيون. في مراكش كذلك في نفس الأيام كان لقاء أكاديميين ومثقفين مغاربيين. وأعتقد كذلك أنه في تونس والجزائر الشقيقة وموريتانيا وليبيا هناك كذلك ديناميات مغاربية. اليوم نحتاج لاستقبال المستقبل بأمل بفعالية أن يعني يرتقي الوعي من القطر إلى المواطنة المغاربية وإلى إنتاج حراك مدني مغاربي متعدد المسارات متعدد الفعاليات، وإن شاء الله ستكون خلاصة ثماره ولو لعقود لا بأس أن الأجيال القادمة أن تعيش الحلم المغاربي. أنا أقول دائما في المناسبات ذكاؤنا الجماعي مسؤوليتنا الجماعية تقتضي أن لا نرحل للأجيال القادمة أزماتنا واختلالاتنا. يجب أن نملك الشرف والشجاعة والمسؤولية أن نصفي أزماتنا اليوم لكي نبني للأجيال القادمة مستقبلا أكثر ازدهارا مما عشناه، أكثر حرية مما عشناه نحن، أكثر جمال مما عشناه نحن. كفى من القمح المتأتي من التشرذم، من التخلف، من الصراع. نريد اليوم بالمعنى الثقافي مجتمعات جميلة بالوحدة، جميلة بالاندماج، جميلة بالتشارك، جميلة بالإنجاز الجماعي، بالمؤسسات الجماعية، بالمواطنة المغاربية. شكرا لكم.